عايشين في ألمانيا وعايزين محل أسعاره بتبدأ من نص يورو 50 سنت حرفيا، ويورو و2 يورو 3 يورو، أغلى حاجة فيه تقريبا ممكن توصل 10 12 يورو. نخمة تعالى هوديكوا المحل ده النهاردة، انتوا هتتفاجئوا أصلا من الأسعار. كل حاجة انتوا عايزينها بس بتبقى سكند هاند، حاجات مستعملة بس استعمال لطيف، يعني ما يبانش عليها انها مستعملة. في اساس زي ما انتوا شايفين كده، مثلا الترابيزة دي سعرها 18 يورو. في عندهم ملابس، في عندهم ادوات مطبخ، الادوات المطبخ دي اسعارها زي ما انتوا شايفين كده 2 يورو، 1 يورو، نص يورو. ثقافة الاستعمال هنا في ألمانيا مش زي عندنا في بلادنا، يعني هنا ممكن الحاجات لسه بتبقى لسه جديدة وبيبيعوها عادي، ادي مثلا دول بنص يورو بيورو. حاجات بتبقى جديدة زي مثلا هنقل من بيتي، تكاليف النقل هتبقى عليا اغلى من انا لو انا طلعتهم بعتهم ورحت اشتريت حاجة جديدة، لان شركات النقل بتاخد مبالغ كتيرة جدا. فبالتالي ناس كتير بتبيع حاجات هتكون لسه جديدة. يعني ده مثلا حاجات الأطفال هنا، بصوا السرير عن ده سعره 25 يورو. وكمان ألعاب الأطفال هتلاقوها أسعارها، يعني زي مثلا الدباديب دي كانت أسعارها يورو الواحد، متخيلين بيورو ولا حاجة. وألعاب تانية نص يورو، ألعاب تانية 2 يورو، كتب أطفال، كتب كبار. أدوات رياضية زي ما انتوا شايفين، قسم رياضي في كل حاجة خاصة بالرياضة. وكمان في حاجات انا متخيلتش انها تكون موجودة، يعني زي اقفاص العصافير، شوفوا اقفاص العصافير بتاعت الطيور، في لمبات، في اجهزة كهربائية. في ملابس اطفال، بصوا ملابس الاطفال سعرها نص يورو ويورو، وملابس الشوز دي مثلا 8 يورو، 8 يورو، وهكذا. دي الأسعار. بناطيل مثلا السيدات اهي أسعارها يورو، 2 يورو، 3 يورو، 6 يورو، أغلى حاجة 12 يورو. بناطيل جينز وجواكت وحاجات من دي. بس أنا كروكا لو هتسألوني هقولكوا بلاش الملابس عشان خاطر العدوى والحاجات دي، بس انتوا حرين طبعا، كل حد حر. يعني أنا بفضل مثلا ممكن الخشب نجيبها، يعني مراية زي دي سعرها 65 يورو، ده سعرها لقطة. المهم وأنا بتمشى لقيت أجدادي الفراعنة، رحت بصيت على البرواز ده بكام، سعره 10 يورو. وبس لو عجبكم المكان ما تنسوش فولو على الانستجرام، فولو على التيك توك، وباي باي.